الغاز بتاع المنازل زاد برضه، مفيش مشكلة. طب هل لو حصل ان اللي بيستهلك غاز في عربيته راح استهلك بنزين صافي، فانا هنا عندي هيبقى فيه اللي هو يوفره في الغاز هاخده استخدمه في المنازل وفي المصانع. ده كويس على فكرة، ما انا محتاجه برضه في المصانع وفي المنازل. طيب هنا بقى، طب ما هو هيحط بداله بنزين، هيوفر لي كم كبير في الغاز، هيحط بداله بنزين. طب لما يحط بداله بنزين، البنزين ده الفرق بتاع البنزين ده اللي هيحتاجه في الاستخدام، اللي هيزيد في الاستخدام، مش هستورده بالعملة الصعبة، هيوفر لي غاز بستخدمه بستورده بالعملة الصعبة وهخليه للمصانع وللمنازل. ومن الناحية التانية يسحب بداله بنزين هجيبه برضه بالعملة الصعبة. طب أيهما أغلى عليا لما أنا بستورد بالعملة الصعبة؟ أيهما أغلى وبيكلفني أكتر؟ الغاز لما بجيبه بالعملة الصعبة ولا البنزين لما بجيبه بالعملة الصعبة؟ أكيد طبعا البنزين أغلى، أكيد البنزين أغلى. كل المقاييس، لو حد في البترول أو حد في الاقتصاد هيقول لك البنزين أغلى وتكلفته أغلى من بره، لأن الغاز طبعا احنا عندنا كمية كبيرة من الغاز وبنستورد جزء بسيط، مش زي البنزين. البنزين هو أنا عارف البنزين والسولار هما اللي بنستورد بالعملة الصعبة كم كبير منهم. خدت بال حضراتكم؟ فالفكرة إن يعني احنا وفرنا حاجة قصاد حاجة، وعاوزين نعرف احنا كده هنستخدم أكتر، هنستهلك أكتر، ولا يعني هنوفر أكتر في العملة الصعبة ولا هنغرم أكتر في العملة الصعبة. لو هنغرم أكتر يبقى عاوزين نعمل إعادة نظر في الموضوع. مش عيب على فكرة إن أنا الغاز بقى ب10 ممكن أرجعه أخليه ب8، مفيش أي مشكلة. ومش عيب إن البنزين 95 بقى 21 ممكن أخليه ب22 ب23. يعني أنا من رأيي غلي، راجع الموضوع تاني. في دول كتيرة بتعمل كده، تغلي بعدها بأسبوع ترخص تنزل تاني، تلاقي الحسبة يا جماعة احنا أخطأنا في الحسبة ورجعنا نزلنا تاني السعر. على فكرة مش عيب، ده دول متقدمة ودول كبيرة جدا عملت كده. يعني غلت الحاجة ورجعت بعد أسبوع لقيتها مش هتنفع والدنيا هتولع يعني الأسعار هترفع والدنيا هتبقى التضخم هيزيد، راح رجعوا يرجعوا الحاجة تاني أو قللوا جزء من اللي رفعوه. يعني أنت رفعت 2 جنيه، رجعوا جنيه، رجعوا جنيه وزود ال95 2 جنيه. محدش هيقول لك كله هيسقف لك، هيقول لك أنت كده مية مية. ليه أنت كده؟ قلت لهم البنزين بتاع الأغنياء أنا زودته والغاز نزلته، على أساس اللي بيستخدم غاز في عربيته يحس بالفرق بين الغاز والبنزين ويفضل مستمر على الغاز. يعني هو الفكرة إنه يفضل مستمر على الغاز أحسن ما يبقى إيه، ما الموضوع يبقى قريب من بعضه فأنا أروح أستخدم بنزين بس وأفك الأنبوبة اللي عاملة لي حمل يجي 200 كيلو ولا 300 كيلو في العربية دي على الفاضي مبوظة العفش. لا يا عم، ده أنا أفكها وأمشي بنزين أحسن، هيوفر لي 200 جنيه في الشهر، هيقول لك مش عايزها. 300 جنيه في الشهر هيقول لك مش عايزها، والعربية تبقى ماشية خفيفة وتوسع مكان في الشنطة أشيل فيها شنطة سفر، أشيل فيها حاجة، لأن هي الأنبوبة واخدة نص الشنطة واخدة وزن بتاع 300 كيلو. يبقى وفرت وزن، وفرت مساحة في الشنطة، ووفرت استهلاك موتور وصيانة، كل ده مقابل 200 300 جنيه في الشهر. هيقول لك مش عايزهم. احنا لازم نفكر بالمنطق. الراجل اللي هو بيستخدم الغاز ده لازم نحط نفسنا مكانه. هو دلوقتي بيوفر كام؟ بيوفر 200 300 جنيه في الشهر، مقابل ال 200 300 جنيه دول ايه؟ صيانة، تعب صيانة وتنتيش في الموتور وقرف وحساسات بتبوظ في الموتور وحساس التي بي اس وحساس اسمه الايدل دوت، والحاجات المقرفة اللي بنسمع عنها دي بتتاكل من الغاز. استهلاك حساسات واستهلاك وصيانة كتير في الموتور. استهلاك الموتور نفسه تسليخ بساتم
لان البنزين مرطب على البستم، الغاز حامي، الغاز جاف ناشف، بنزين راتب. يعني يمكن لو المهندسين بتوع الميكانيكا سامعني هيردوا عليا في الموضوع دوت. البنزين بيرطب على البستم، الغاز حامي على البستم، عشان كده هم عملوا الحقن المتزامن اللي بيديك تلت بنزين وتلتين غاز عشان يحاول يرطب في العربية ماشية شوية، يعني يساعد نوعا ما. بس هو طبعا البنزين الصافي أفضل 100 مرة. يبقى أنا كده وفرت صيانة وحساسات، ووفرت وزن في العربية 300 كيلو ولا أكتر مخليها العربية نخ على الأرض، ووفرت مساحة في العربية واخدة مكان شنطة سفر كبيرة، ووفرت صيانة للموتور، ووفرت استهلاك الموتور. بدل ما هو في سنتين يقعد معايا 5 و6، لو على البنزين 92 ولا ده حتى ال80 أرحم من الغاز. البنزين عموما قاعد الموتور معاك 5 و6 سنين على ما تفكر تعمل له عمرة ولا يحصل فيه حاجة. الغاز سنة ونص سنتين هوب، ولو قعد رجليه تقيلة وغشيم سنة هيفرم الموتور. دخل في 50 60 ألف 70 ألف على حسب نوع عربيته في موتور. ايه اللي كان مخليني مستحمل؟ الغاز سعره لما كان بربع تمن البنزين، والنهار ما اعلى عليه وليه زاد جنيه بس، اللي هو من 6 ل7، اللي هي اخر حاجه وصل لها دي 7 جنيه معقوله. ما البنزين ب 17 ونص، البنزين كان ب 17 وربع ال 92، والغاز ب 7 جنيه، فرق اكتر من 10 جنيه. يبقى انا كده بوفر في الشهر، بخش لي في 1000 ونص، في السنه بخش في 15,000 توفير. لما اجي في سنتين تلاتة الاقي نفسي موفر 50,000 واروح حاطط بيهم موتور. يعني معقولة لو دي تشيل دي ماشي، انما انا احط غاز اوفر في السنة حوالي 2000 ولا 2500 ولا 3000، واجي في سنتين تلاتة الاقي نفسي موفر مثلا حد اقصى 10,000 جنيه، واروح مغير موتور ب60 ولا ب50. هيقول لك لا طبعا، هيقول لك انا استخدم البنزين احسن، البنزين افضل لي. مع المدى البعيد كده انا بحط اكتر، بحط غاز وفي نفس الوقت بغير الموتور، يبقى ما وفرتش. الشوية اللي وفرتهم مش هيكملوا طقم شامبر للموتور، يبقى انا اضطر احط بنزين صافي. هروح محمل لك على البنزين، هنسحب كمية بنزين رهيبة، هنوفر شوية غاز تشغل بيهم الكهرباء، ماشي تشغل بيهم محطات الكهرباء، حلو ومفيد. بس هو مش هي هيسيب الاستهلاك بتاع الغاز وهيروح لك للبنزين الصافي. ما لو هيسيب هيوفر لك الغاز تستهلكه في حاجة تانية وهو مش هيمشي. طب ما هو هيمشي ببنزين، هيحط الكمية اللي هيوفرها في الغاز هيحط بدلها بنزين، وانت ما عندكش بنزين يكفيك الانتاج بتاعك الداخلي ما عندكش يكفيك، فبتضطر تستورد. يبقى هتستورد، هتزود الكمية بقى اللي انت بتستوردها، يبقى انت دفعت عملة صعبة اكتر. يبقى رجعنا ايه؟ نغرم اكتر من الاول، بنلف في دايرة مغلقة. خدت بال حضرتك؟ يعني احنا برضو يعني احنا بنتكلم بصوت المواطن الفقير، واحنا برضو يعني لو دوت هيخلي الاقتصاد ينتعش، نتحمل برضو. بس احنا بنتناقش بصوت عالي مع بعض، بنفكر بصوت عالي مع بعض على اساس ايه؟ نلاقي حلول وسط، يعني حل وسط. ولا هو ان انت تسيب الحاجه رخيصه قوي والاقتصاد بسبب الدعم ده بيتاثر جامد، ولا ان انت تروح حلل المشكله في مره واحده والاسعار تخرب الدنيا داخليا. يعني احنا عاوزين حل وسط، يعني نمشي سنه سنه، مع الوقت هنوصل لإلغاء الدعم خالص. بس انا حسيت ان احنا لغينا الدعم خالص مره واحده المره دي. يعني هو كده ب 21 جنيه ل 95، ده كده مستاهل بقى بالسعر العالمي باين؟ ولا هو بكام السعر العالمي بسعر البرميل النفط اللي هو بقى ب 60 جنيه، ب 60 دولار قصدي. على العموم، إيه اللي جاي ورايا ده؟ اه العلم بتاع